البيوت القديمة بيكون ليها ريحة مميزة وطابع وديكور مختلف، في منها اللي تدخله تبقى مرتاح نفسيا ورايق، ومنها اللي أول ما تدخله تحس إنك متوتر وخايف. طب تخيل البيت ده لو لفنانة مشهورة ماتت زي الفنانة ليلى مراد، واللي بيتحكى عنها أساطير كتير، والشقة دي كان دايما يتسمع منها أصوات كتير بالرغم من إنها مقفولة. اطفي النور كده واعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالى. معاكم عمر، ولا نبدأ الحلقة؟ في البداية كده تعالى احكي لك تاريخ الفنانة ليلى مراد، وبعد كده احكي لك قصة شقتها. ليلى مراد هي فنانة مصرية اتولدت سنة 1934، واللي كانت من اشهر المغنيين في مصر في الفترة بتاعتها، وكانت ناجحة نجاح كبير جدا، واللي منها اتجهت للتمثيل واللي نجحت فيه برضه. انا قلبي دليلي قال لي هتحبني. بس اللي انت ما تعرفوش ان ليلى مراد كانت من اصل يهودي، وكل عيلتها كانوا من اليهود، واسمها الحقيقي كان ليليان. بس حصلت حاجة سنة 1946، وهي ان ليلى مراد صحيت على صوت الاذان، وفي الفترة دي كانت متجوزة انور وجدي، وبعدها قررت انها تدخل الاسلام وتبقى مسلمة، وفي نفس اليوم تغير ديانتها من اليهودية للاسلامية، واسمها يتغير من ليليان لليلى مراد. وبعد اسلامها عملت الاغنية المشهورة يا رايحين للنبي الغالي. ليلى مراد كانت شخصية بتحب قعدة البيت، وما كانتش بتحب الخروجات وكده، لدرجة ان هي كانت بتخلص شغلها وما بتقابلش اي حد وبترجع للبيت، واغلب اوقات فراغها برضه كانت في البيت، وده اللي خلاها كانت بتشتغل شغل البيت بنفسها. يعني ما كانتش بتجيب حد يساعدها بما انها فنانة ومعاها فلوس وكده. بس في سنة 1995 تموت الفنانة ليلى مراد على سريرها موتة طبيعية. ايه ده؟ امال ازاي شقتها مسكونة؟ وكل اللي عاش في الشقة دي ومات فيها كان بيموت موتة طبيعية. شقة ليلى مراد كانت في عمارة اسمها الإيموبيليا، والعمارة دي كانت مشهورة جدا في مصر وليها تاريخ كبير، والتاريخ بتاعها من أكتر من 80 سنة. وسبب شهرة العمارة دي إن كان بيسكنها كتير جدا من الفنانين والمشاهير، وسكن في العمارة دي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وناس تانية كتير. والعمارة دي اتصور فيها أفلام كتير واتعمل عنها أفلام وثائقية برضه. المهم بعد ما ماتت ليلى مراد ورث ابنها زكي عبد الوهاب الشقة، وفضل زكي عبد الوهاب محتفظ بالشقة ومحتفظ بالفرش بتاعها زي ما هي، ما غيرش فيها أي حاجة. وده كان من كتر ما هو متعلق بأمه. وفي يوم من الأيام جه المخرج خالد الحجر، واللي في الأساس صاحب زكي عبد الوهاب، وطلب من زكي عبد الوهاب إن هو يشتري منه الشقة بأي مبلغ يطلبه، لأن المخرج ده كان متعلق بالفنانة ليلى مراد جدا، واللي عشان كده كان عاوز يشتري الشقة ويحتفظ بيها. وسبب تعلقه بالفنانة ليلى مراد إن هو كان صاحب زكي عبد الوهاب من الطفولة، وكانت الشقة دي كانت واحدة من أكبر أحلامه إنه يمتلكها. بس برضه ابنها متعلق بيها أكتر، ورفض يبيع الشقة، وقال له إن كل ركن في الشقة دي بيفكرني بموقف مع أمي، أنا مش هبيع الشقة بس ممكن أجرها لك. وده عشان هو صاحبه القريب ليه جدا، غير كده ما كانش هيأجرها. وعلى طول المخرج خالد الحجر يمضي معاه العقد، واللي كان مبسوط جدا، وما كانش مصدق إن هو هيسكن في الشقة اللي كانت ساكنة فيها الفنانة ليلى مراد. وهنا بقى تبدأ القصة. زكي اخد المخرج خالد الحجر وقعد يسلمه كل حاجه في الشقه، ووقتها خالد برضه ما كانش عنده اي معلومات عن الشقه او الماضي بتاع الشقه دي او ماضي العماره كلها. المهم اخدوا جوله بسيطه في الشقه وقعدوا يلفوا في الاوض، وبعدها راحوا وقفوا في المطبخ، وهم واقفين فيه سمعوا صوت حد واقف بره بيتكلم، والكلام ما كانوش مركزين فيه قوي، بس هو كان نوع من انواع الترحيب زي السلام عليكم او مساء الخير كده يعني. وهم ما سمعوش كويس لان الكلام ما كانش واضح زي الهمس، واللي يحسسك ان هو مش حقيقي. يعني انا سمعت كده فعلا ولا بيتهيألي؟ المهم بالرغم من انهم كانوا في الشقه لوحدهم، الا انه خالد بيقول ان هو سمع صوت كانه صوت الفنانه ليلى مراد، وتهيأ له ان الفنانه بترحب بيه. ولحد دلوقتي هو ما قالش الشقه مسكونه او لا، او ان دي مجرد تهيؤات ان هي بترحب بينا. وبيقول ان هو كبر دماغه وما اهتمش بالموضوع، ومن الواضح ان هو كان متأثر جدا بالمكان. وبعدها يسكن خالد المخرج الشقه، وهو بينقل الفرش بتاعه كان فرحان جدا، لان كان واحد من احلامه الشقه دي. وفي اول ليله ليه في الشقه كان قاعد في الصالة بيكتب سيناريو لواحد من الأفلام بتاعته، وكان قاعد عادي وطافي أنوار البيت كله، وكان منور إضاءة واحدة بس وهي إضاءة المكتب، وكان قاعد لحد الساعة 2 بالليل، وكان مرهق جدا وقتها. وفجأة يقول إن هو حس بحاجة معدية من قدامه أو لمح حاجة معدية من قدامه، وبعدها يقول إن هو تجاهل الإحساس ده، وأكيد ده كان بسبب الإرهاق اللي هو كان فيه. المهم بعد كام دقيقة يحس نفس الإحساس، ومتأكد إن في حاجة بتعدي من قدامه كأنه طفل إنسان. وهنا بدأ يحس
حس ان الموضوع ده غريب، وقال ان هو هيبطل كتابة ويركز على الممر ويبدأ يشوف هيحصل ايه، وان في حاجة غريبة هتظهر ولا بيتهيألي ده كله. والغريب بقى ان الطيف ده يعدي للمرة الثالثة، والمرة دي يعدي قدام عيونه. وهنا قال المخرج خالد الحجر ان هو شاف طيف لواحده لابسه ابيض وشعرها قصير واسود، وكانت بتمشي في المكان بس من غير اي اذى خالص. وفي اللحظه دي قال ان هو لازم يقفل كل حاجه ويلم حاجته كلها وينام. عشان كده هو ارهق نفسه بزياده وبدا يتخيل حاجات ويتوهم، وبالفعل راح ينام وقضى الليله من غير ما يفكر في الموضوع. بس بمرور الايام بدا يحس بعدم الراحه، وبدا يحس اكتر ان الشقه كلها بيحصل فيها حاجات مش طبيعيه. وواحده من الحاجات الغريبه دي ان هو في يوم من الايام صحي وفتح الستائر كلها والشبابيك، وبعد كده خرج من الشقه كان رايح شغله. والغريب بقى ان هو اول ما رجع لقى الستائر كلها مقفوله وكل الشبابيك والبلكونات مقفوله. وهنا قال انا ممكن اكون نسيت مع اني متعود افتح الستائر دي كل يوم. والغريب بقى ان الموقف ده يتكرر اكتر من مره، يفتح الستائر والشبابيك يرجع اليهم مقفولين، والشقه ما كانش فيها الا هو. وبعدها وصل لمرحله ان هو مبقاش يحس ان ده غريب، وبدا يتعايش مع الموضوع خلاص. ومع مرور الوقت بدا يشوف اطياف كتير لناس مختلفه. كانت البدايه لواحده ست، دلوقتي بقوا ناس كتير. واكتر حاجه كانت في المطبخ، واللي كان بيقول ان هو اول ما بيدخل المطبخ بيحس ان في واحد بيبص عليه. المهم بدا يفكر ان الاساس بتاع الشقه هو ده ممكن يكون مصدر الاطياف، لان الشقه قديمه وكانت مليانه صور كتير لناس ماتوا. بس زي اي شخص عادي بيقول ان المشكله فيا انا مش في الشقه، انا اللي بقيت اتخيل حاجات مش موجوده. لحد ما زاروا احد اصدقائه في الشقه بس في نص الليل، وفي نص الكلام وبدون مقدمات صاحبه يقول له انا هستأذن عشان عايز اروح. وكان باين على وشه ملامح الرعب ان هو شاف حاجه وخايف منها. واما سأله انت خايف ليه، قال له ان هو شاف واحده ست واقفه في الممر، وكانت واقفه ولابسه لبس هندي قديم، واول ما شافتني ببص عليها ابتسمت لي ومشيت برضه. المهم بعد كده جاله صديق تاني في زياره بس كانت بعد نص الليل، واللي كان هيبات عنده، واللي بيأكد ان هو شاف طفل راجل واقف في المطبخ. واما شاف الموضوع ده جري بسرعه وقفل باب الاوضه على نفسه. وفجاه وقع موبايل الراجل، وفي نفس اللحظه تقع لوحه متعلقه على السرير من سنين. طب اشمعنى اللوحه دي وقعت دلوقتي؟ المهم اتكررت المواقف دي مع كذا صاحب للمخرج خالد الحجر، وهنا اقتنع خالد ان دي مش مجرد تخيلات منه، لا دي حقيقه، لان كذا شخص حصل معاهم نفس الحاجه. وهنا بدا يحس شويه ان الشقه دي مسكونه، والشقه كان فيها رف عالي كده ومقفول، كل ما يحاول يفتحه كان في حاجه بتمنعه. وفي مره من المرات يستعين بحد من صحابه عشان يحاولوا يفتحوه، واول ما حاولوا وقع المخرج على الارض واتصاب اصابات قويه. من بعدها ما بقاش عنده الجرأه ان هو يفتحه او يحاول يقرب منه اصلا. المهم المخرج خالد الحجر قرر ان هو يتواصل مع زكي عبد الوهاب ابن الفنانه ليلى مراد، وبعدها يساله ايه حكايه الاطياف اللي موجوده في الشقه دي وكل الحاجات الغريبه اللي بتحصل. وقال له بخصوص اول طيف انا شفته اللي كان لست لابسه ابيض وشعرها قصير واسود. وهنا قعد يوصف اللبس بتاعها بالتفصيل. وهنا زكي يتصدم ويقول له عارف اللبس اللي بتوصفه ده امي كانت لابساه قبل ما تموت. وهنا بدأ يعترف زكي بكل حاجة حصلت معاه، وقال ان بعد وفاة والدته فضل ساكن في الشقة دي مدة طويلة، وكان دايما بيشوف الحاجات الغريبة اللي انت بتقول عليها، وبالذات طيف الست. وبيقول له ان هو كل ما كان بيشوفها كان بيحس انها امه، وخصوصا ان هي كانت بتمشي في الشقة بسلام وما كانش بتعمل حاجة او مش مؤذية، وما كانتش بتتكلم او مش بتخوف اصلا. بس هنا برضو بدأت نفسيتي تتعب، فقررت ان انا اسيب الشقة واروح اسكن في مكان تاني. ولك ان تتخيل ان الشقة فضلت مقفولة مدة طويلة لحد ما جيت انت اجرتها. وهنا قرر المخرج خالد يستعين باحد الروحانيين عشان يزور الشقه ويشوف فيها حاجه او لا. المهم جه الروحاني واكد للمخرج خالد ان الشقه ما فيهاش جن. صدمه صح؟ طب خلينا اديلك صدمه اكبر. الروحاني قال له ان الاطياف اللي انت بتشوفها دي مش جن، ده نوع من انواع الطاقه، ونصيحتي ليك لو عاوز تتواصل معاهم اعمل كده، لان النوع ده مسالم ومش مؤذي. وبدا ان هو يطمن المخرج خالد الحجر، واللي قرر ان هو يستجمع كل قواه ويواجههم. وفي يوم من الايام كان نايم وصحي من النوم على ازعاج وصوت جامد جاي من الاوضه الثانيه، وكان حاسس ان في حد نايم جنبه وحاطط ايده على كتفه. فضل مغمض عينه وبدا يتكلم بصوت عالي ويقول لهم ممكن تسيبوني انام. وفعلا الاصوات سكت، وحس ان هم مشيوا واستجابوا لكلامه. وفي مره من المرات كان نازل بالاسانسير وفجاه تعطل في الدور الخامس، وركز في الدور الخامس ده لان هقول لك قصته في اخر الحلقه. المهم انه فجاه نزل للدور الرابع وطلع للدور الخامس تاني، وفضل على الحال ده رابع خامس رابع خامس والباب ما بيفتحش. وهنا زعق خالد الحجر وقال انا عاوز انزل، وعلى طول الاسانسير ينزل بيه ويبقى كل حاجه تمام. ومع الوقت المخرج خالد الحجر اتعود على الاطياف دي وما بقاش بيخاف منهم، بالرغم من انه في احيان كبيره ما كانش بيحس بالراحه.
لحد ما في يوم من الايام قرر ان هو يسيب الشقه نهائي، عشان كان نايم وصحى على صوت الشبابيك بتتقفل وتتفتح لوحدها بشكل مرعب. وهنا جري بسرعه ونزل الحارس بتاع العماره وقال له ان هو هيسيب الشقه، وقال له ان الحاجات اللي بتحصل معاه مش طبيعيه. رد عليه الحارس وقال له لو عاوز نصيحتي اوعى تسكن في الشقه دي حتى لو هتسكن فيها ببلاش. استغرب خالد من رد الحارس وقال له سكان العماره كلها عارفين اخبار شقه ليلى مراد، وكل الحاجات اللي بتحصل فيها دي معروفه، والشقه كانت مسكونه من زمان. وقال له لو مش مصدقني اسال اي حد بنفسك. وقال له ان الجيران كانوا بيشتكوا من شقه ليلى مراد بالرغم من انها مقفوله وما فيهاش حد، وكانوا بيسمعوا صوت حفلات وضحك. وقال له انا بنفسي كنت عارف ان الشقه ما فيهاش حد، بس منين برضو الاصوات دي كانت بتطلع؟ سمع المخرج الكلمتين دول وقال لك انا هسيب الشقه مش عاوز وجع دماغ. وقرر زكي عبد الوهاب ان هو يبيع الشقه وباعها بكل ممتلكاتها بالفرش القديم. واللي اشترت الشقه دي واحده اسمها منال، واللي بعد فتره تطلع منال في لقاء تلفزيوني وتاكد ان شقه ليلى مراد مسكونه، وانها لما خدتها ما كانتش تعرف ده وما كانتش تعرف اي قصه من القصص اللي بتدور حوالين الشقه. وما انتهاش فضول المخرج هنا وبدا يبحث اكتر عن تاريخ العماره، وبدا يبحث عن تاريخ الشقه. وهنا اكتشف حاجات تصدم، ومن الحاجات دي ان العمارة حصل فيها جرائم كتير، منها جريمة حصلت سنة 1995 بغض النظر عن ان دي نفس السنة اللي ماتت فيها ليلى مراد، الا ان الموضوع ملوش علاقة بيها خالص. وقصتها ان في شخص كان ساكن في الدور الخامس وطلب من سمسار ان هو يجيب له واحدة تنظف البيت وتطبخ وكده، وفي يوم من الايام تختلف الخدامة مع الشخص اللي ساكن في الشقة، والاختلاف ده كان على فلوس، وبدأ صوتهم يعلى وبدأوا يزعقوا في بعض. وفجأة اتعصب الراجل وراح خبطها في راسها وقعت على الارض ميتة. واما راح السمسار يدافع عن الخدامة راح قتل صاحب الشقة. وهنا حصل عندنا جريمتين قتل في مكان واحد، ومن يوم الحادثة الاسانسير لازم يقف في الدور الخامس ويعلق شوية بعد كده يرجع يشتغل. وحوادث كتير برضه حصلت في العمارة دي، من ضمنها مرض الفنان محمد فوزي، واللي اتصاب بمرض خطير عجز الدكاترة عن تشخيص حالته لحد ما وصل وزنه 36 كيلو وبعدها يموت. ده غير الفنانة كاميليا اللي ماتت محروقة في حادثة طيارة، ولحد النهاردة محدش يعرف مين وراها، وكل دول كانوا ساكنين في نفس العمارة. وخد بقى عندك موت الفنانة اسمهان، واللي ماتت في حادثة تعطل فرامل العربية، واللي بعدها وقعت في المية ولحد النهاردة محدش يعرف مين دبر الحادثة. وحوادث تانية كتير كتم عليها التاريخ وما طلعتش للعلن. والحوادث الغريبة دي كلها كفيلة تخلي العمارة ديت واحدة من أكتر العماير المرعبة في مصر، وده اللي ألهم المخرج خالد الحجر بالفيلم بتاعه جريمة الإيموبيليا. وتم تصوير الفيلم ده في نفس العمارة، وأغلب فريق العمل والممثلين أجمعوا إن هم شافوا حاجات غريبة، واللي كانوا بيسمعوا أصوات أثناء التصوير. والمرعب بقى إن أغلبهم كان بيشوف طيف الست اللي لابسه أبيض. ولحد هنا تكون قصتنا خلصت. عاوزك بقى تكتب لي في الكومنتات هل فعلا لو شخص مات روحه ممكن تسكن المكان؟ وايه تفسيركم للحاجات اللي كان بيشوفها المخرج خالد الحجر؟ ده جن ولا ايه؟ انزل بقى اعمل لايك واشتراك واكتب لي في الكومنتات عاوز الحلقه الجايه عن ايه، واعمل فولو على الانستجرام لو عندك حاجه عاوز تقولها لي ابعتها لي هناك هرد عليك على طول. هسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.